سنين في سيدة عزيزة وغالية كلكم تعرفوها من جواهر السلطان، مش لازم أذكر اسمها. عمها أخو أبوها، قسما بآيات الله، عمها أخو أبوها لواء، رتبة لواء في الجيش المصري، برتبة لواء. عمها أخو أبوها كانت بتتكلم معايا ماسنجر، على الماسنجر. البنت مبسوطة كويس. رن تليفونها، قالت لي اسكت، انا هفتح السبيكر، حوقف الصوت عندك وحفتح السبيكر، اسمع المكالمة يا سلطان. قلت لها ماشي. وقفت الصوت عندي وانا كتمت الصوت برضو من عندي. اتكلمت مع عمها، فبيقول لها انه خلال ساعة هتتحرك فرقة من امن الدولة عندكم في مصر، والله العظيم. قال لها خلال ساعة في فرقة، يعني مجموعة هتتحرك من أمن الدولة وهيجيبوه. هيجيبوا مين؟ هيجيبوا الصابونة السوداء. الكلام ده من 2.5 تقريبا أو 3 سنين. ففرحت البنت وتسلم لي يا عمي وكذا وكذا، لأنه الصابونة السوداء ديك الأيام شتمها. تسلم لي يا عمي وربي ما يحرمنيش منك ومش عارف ايه. لا يا بنتي، ما تشكرنيش وكذا وكذا، وخلاص قفلت. فأنا ساكت طبعا، فتحت لايف وقلت في خبر هتسمعوه خلال ساعة. ما تكلمتش في حاجة، ما حدش فاهم أنا بتكلم في إيه، ولا صاحب الشأن اللي هو الصابونة السوداء، على أساس إنه بعد ساعة مجموعة من عندكم في مصر، من أمن الدولة المصرية، حيجيبوه. طبعا اللي حصل خلال التوقيت ده إنه في ناس من عندكم في نفس البتاع ده رفعوا سماعة للصابونة السوداء وقالوا له اخلع. الجماعة في الطريق عليك. قالوا له ايه اخلع، الجماعة في الطريق عليك. خلع. أصبح كلامي اللي رفعته على المنتدى، حبيت أوضح لكم هو أكتر وأكتر. مشاعل، يا مرحب يا مشاعل، يا هلا فيكي يا مشاعل. بنتي يا جيجي، يا مرحب يا جيجي، يا مراحب.